اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. فيديو جديد ووصفه جديده غادي تكون عباره عن دجاج مقلي او قطع ديال الدجاج مقليه، كتجي مقرمشه من برا وفتيه من الداخل، وبطبيعه الحال كتجي لذيذه بزاف. خليكم معايا نشوفوا المكونات وطريقه التحضير والمزيد من التفاصيل. غادي نحتاج القطع ديال صدر الدجاج او لا دند. استعملت هنا نص كيلو. نتوما الكميه كتبقى على حسب افراد ديال الاسره. ضفت لها 2 ضريسات ديال الثومه. هنا بالنسبه للتوابل درت الابزار، شويه ديال سكينجبير راه كيتواتى بزاف مع الدجاج، واحد راس معلقه صغيره ديال الكمون، واحد المعلقه صغيره اولا غير نص ديال البابريكا اولا التحميره، واحد شويه ديال الخرقوم، هكا كيعطينا لون زوين. وهنا عندي البودره ديال الثومه، وغادي نضيف ياغورت طبيعي بدون سكر، وايضا غادي نضيف واحد البيضه. وغادي نخلط هاد المكونات كاملين مزيان ونغطيه بالسلوفان ونخليه اقل مده ساعه. الا كان بالامكان ديالكم تقدروا تخليوه يبات حتى ليله كامله، شحال ما ترقد شحال ما جا بنين. من بعد هنا خديت واحد البلاستيك غذائي درت فيه الدقيق، تقدروا تعوضوا الدقيق بلا شابلور، ودرت فوق هذاك الدجاج اللي عندي به بلاصوص ديالو. وغادي نخلط مزيان، يعني نفندو مزيان في الدقيق. كندير هاد العمليه هذه في البلاستيكه باش هكا ما كنروش بزاف وما كتاخذش يعني وقت باش نبقى نفند قطعه بقطعه. كندير هكا كندوز كلشي خطره واحده. ومن بعد غادي نديرهم في واحد الشبيكه، نحيد داك الزوائد ديال الدقيق، وغادي ندوز نقليهم في الزيت اللي كتكون سخونه، وكتكون يعني شويه الزيت شويه زايده، يعني كثيره في المقله ما ديروش غير شويه. من بعد ما كيتقلاو كنديروهم يعني في الورق ديال الكوزينه، ينشفوا شويه من داك الزيت الزائده، وكنقدموهم بالصحه والراحه. راه كيجيو هائلين في المذاق. تقدروا ديروهم للوليدات في اللانش بوكس اولا في لي ساندويتش، اولا حتى ترافقوهم مع اطباق بحال البصاره اولا مع الحريره، كيجيو الروعه. نتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.